خير ورجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم بقناة رهف ورشا وعلي. فيديو اليوم رح يكون عن واخيرا رح نقيم اطلالات اليوتيوبرز بخطبة رامي وسيدرا. طبعا رح نقيم الاطلالات، وطبعا غبنا عنكم بمناسبة لانه ما كنا فاضيين وخلصت الامتحانات فتنا بعطلة صيفية، فلهيك رح نصور لكم كل يوم. ويلا نبلش الفيديو. رح نقيم سارة وزياد. هدول هنا رح نحط لكم اياهم هون مكان فاضي، او هون او هون. رح قيم اول شي سارة وزياد. اول شي الشباب كلهم نفس التقييمة، يعني انه نفس اللبس ونفس ستايل، كل شي نفس الشيء، فهيك ما في تقييم. ما بعرف شو رح قيم. زياد كله لابس اسود لهيك مو حلو. هلا لو يكون بابيونة اسود ابيض بيكون حلو، بوت ابيض لازم يكون. كله لابس اسود، بعطيه 7/10. وسارة حلو الفستان، لونها ليموني مثل صيفي. وطبعا قالت انه اليوم حامل، رح نقلها ألف مبروك بسلامة، وإن شاء الله يكون بنوتة. أنا بحب البنوت، أو يكون صبي لأنه هاي أول ولد. بس المهم خلقت تامة يعني. ايش قد رح التيمية؟ قيم زياد قيمته 7/10. رح قيم شو اسمه سارة، حاطة خدودها كتير أحمر، ما حبيت المكياج أبدا، والهاي رافحتهم كتير ما حلو. رح قيم زوجها 7/10. جايز طبعا زياد كمان انا حبيت الطقم انه هيك اسود ملكي، رهف ذوق وانا ذوق. فزياد بقيمه 8.5. حلو، حبيت صراحة. انا بحب الاسود هيك على الشباب، حلو. سارة صراحة كتير حبيت فستانها وميك اب والشعر والكعب، كتير حبيته انه هيك لابق عليها الفستان وكل شيء. انا حبيتها وبقيمها كمان 8.5. حبيتها كتير. وهلا رح نقيم شيرو وشهد كمان. رح نحط صورة هون او هون. رح نقيم شيرو. اول شي حلو، بس القميص هون ابيض رافعة كتير هون. رح قيمه كمان 7/10. والشعر ما حبيته. رح قيم شهد، فستانها مو حلو، يعني هاي ذوقي، ما بعرف باقي كيف. المكياج حلو والشعر حلو، بقيمها 8/10. انا الشيرو كمان حبيت انه قميص ابيض والطقم رسمي اسود كمان كتير حلو، فبصراحة حبيت الاثنين. انا بقيم شيرو 8/10. انا بقيم الكل 8. وشهد كمان حبيت، بس فستانة ابدا ما حبيت، يعني هذا ذوقي، اسفة بس هيك ذوقي. والشعر والميك اب كتير حلو، بس الفستان ابدا مو حلو، فبقيمها 7/10. هلا اجينا على رغد. رغد كتير حلو، والفستان كمان حلو لانه هي متحجبة، يعني مناسب للمحجبات. فستان حلو، بس هون مو حلو، ما بعرف كيف اشرح لكم. ماشي الخصر ليكو هون عند الخصر، هاي تبع اللي هيك صاير، ما وصايرة موديل. يعني كل عم يعمل موديل، بس انا ما بيعجبني. والهون كمان حلو، هون في مفتوح انه مو ضيق، كمان حلو. والحجاب حلو، لفة الحجاب. والمكياج حلو، بس هون شو اسمه الكحلة هون اتوقع عيونها مسوية كتير اخضر واسود مع بعض، وما طالع حلو على وجهها. بس رح قيمها 7.5/10. وانا صراحة حبيت كمان رغد، وهيك بحس انه هاي البنت طيوبة وكيوت وهيك، انه مو مثل الباقي. كمان الحجاب كتير حلو، اللون صيفي كتير حبيت وكتير حبيت يعني. بس مثل الرهف يعني خصر هاي الموديل ابدا مناسب ما للمحجبات هلا. والحجاب كمان لفة كتير حلوة، والميك اب ولا غلط. فانا بقيمها كمان 9/10. كتير حبيت انا انه هيك كيوت وحبوبة. وهلا انا حنقيم نور ستار. فستان كتير حلو، بس كمان عند الخصر مو حلو، مسوي نفس الموديل تبع رغد ونفس اللون. ها كلهم حسيت مسوين اصفر واخضر. الاخضر لون حلو مميز للصيفي، والتبع الخصر ما حبيته. وهون كمان حبيت، والشعر حبيت، والمكياج حبيت، كله حبيت غير القصر. رح قيمها 9/10. فبدي قيمها 7.5/10. انتي؟ وهلا روان ريان من اخوات رغد. هن كمان توأم، بس ما بيلبسوا مثل بعض. وقت كان صغار كانوا يلبسوا مثل بعض، بس هلا لا. وحدة لابسة ازرق، وحدة لابسة زهري. وحدة لابسة ازرق، وحدة لابسة زهري. وحدة رافعة شعرها، ووحدة نازلة شعرها. هيك اثنيناتهم حلوين.
ايه طبعا رح قيم روان طالعة حلوة شنطتها حلوة ومكياج حلو يعني خفيف مناسب لعمر. عيون مرمي لأنه عندي حساسية الربيع يعني يلا. روان طالعة حلو، شعر حلو يعني مناسب كل شي لعمرها، ومكياج خفيف ونظيف، والفستان حلو كمان مناسب لعمرها. وروان نفس الشي، الشعر بس مكياج هون حاطة رموش كتير طويلة وحاطة الكحل أسود بعيونها ما طالع حلو. رح قيم روان 8/10. وريان رح قيمها شعر حلو والفستان حلو بس المكياج هون مع عيون ما طالع حلو، رح قيمها 7/10. حسيتهم هيك حلوين بس ليش بحس انه بيلبسوا شغلات اكبر منهم. هلا هن ذوقهم حرين. لا هلا روان بتلبس لعمرها بس ريان لا بتكبر حالها. هلا روان كبيرة وما بتلبس. انا ما كتير بتابعهم فما بعرف انا ما ايه. روان كمان حسيتها حلوة وهي هيك منزلة شعراتها فعاملة كيرلي فكتير حلو، وهيك انه هيك مناسب لشعره ومناسب لجسمه والفستانة وهيك. ايه ما كتير حبيت بس الفستان والميك اب ما حبيتهم كتير، فبقيم روان 8/10 وريان بقيم 7/10. نفسي نقيم ام العروس. ام العروس لابسه فستان اسود وهون في زينه، ما حبيت هاي الزينه بس مناسب للامهات يعني. هي رح نقيم ام العروس طالعه كتير حلوه وهي يعني من الله حلوه، وحطت شوي ميك اب طلعت احلى منها، والفستان حلو، الشعر طالع بجنن. حبيت الشعر كتير مناسب لعمرها يعني بمناسبة انه هي ام. رح قيمها 9/10. كتير حلوة يعني صراحة بتبين انه اصغر من عمرها يعني. ايه وانا كمان كتير حبيتها يعني واو يعني احلى ام او احلى بنت او احلى صبية بكل الخطبة يعني جد انا كتير حبيتها. والميك اب هيك مناسب لعمره وهيك والفستان والشعر كل شي حبيت فبعطيها 10/10. وهلا انا حنقيم غيث وسارة. سارة طالعة بتجنن فستان حلو المكياج حلو بس شعر لو كانت نزلتها شوي انه يعني تجي لهون بس هون في رقبة لهيك ما نزلت. فشعر حلو والفستان حلو والشنطة ما حلوة يعني ما بتلبق على الفستان. رح قيم سارة 9/10. ورح قيم غيث نفس الشي يعني القميص أبيض نفس ذوقي إنه يعني الشباب يلبسوا هو لابس نفس ذوقي. رح قيمه كمان 9/10. ولابقين لبعض الله يخليكم لبعض وعقبال ما تولدي. سلام. قومي بالسلام. ايوه انا كمان كتير حبيت سارة عن فستان الميك اب الشعر هاي البنت دائما ذوقها كتير حلو. انا كتير بحبها هيك هدوئية فرفوشة. ايه انا بقيم سارة 10 وغيث 10. وهلا انا حقيم لسان اسماعيل. لسان اسماعيل طالع حلو، شعراتها مفلوت مسوية كيلي طالع حلوة والفستان كمان حلو بس بالمناسبة لإلي الاكسسوارات كمان حلوة والمكياج كمان حلو. بقيمها 8.5/10 بس. انا كمان كتير حبيت بيسان يعني شعر الميك اب هاي دائما هي ذوقها حلو بس بالثياب مو كتير. بس هاي الفستان حلو بس هون تحت مو حلو هيك اصفر غامق جاي دقيقة فانا ما حبيت. في فلوس بس ما في ذوق. صراحة انا كتير حبيت يعني ليك وهيك انه الفستان من فوق كله حلو من هون لهون كتير حلو بس تحت ما حبيت. فانا بقيمها كمان 9.5/10. جايز طبعا انا هذا مو هذا التليفون القديم بس التليفون اللي جديد عم صور فيه هلا. انا الشايب بس مدلعة البس الشايب خلاص. انا شعراته حلو والستايل حلو بس هون في شو هاي هيك جاي هيك مثل موديل ليكو بتحسوها شنطة ما طالع حلو. هاي مو حلو. هاي الموديل مو حلو. الساعة كمان حلو كل شي حلو. بقيمة 8.5/10. انا كمان كتير مثل حبيت بيسو. انس انا كمان انا كمان كتير حبيت انس صراحة هيك لوك حلو انه هيك لشباب كتير حلو. وقسما انس مو مثل الشباب الباقيين هو بيلبس هيك بكل حفلة او بكل عرس او بكل خطبة بيلبس شي انه لوك هو غريب. انه هو كاريزما هيك انه يعني بيسوي بيعطي ذوقه. ايه فحبيت وهو اولا هيك هو ما لبس اسود لبس ابيض فكتير حبيت كمان. وبقيمه 9/10.
هلا رح نقيم محمود ماهر، هدول ورا بعض بدري الإكسات. ايه ما في اكس بحياتي غير هدول. جايز خربطت مو اكساتي هدول، انه هن اكسات بس جابت إنه أم العيد. ما كنا رح نسوي مرحبا بعدين ما بيجي صوتنا للكاميرا. رح نقيم محمود ماهر. محمود ماهر بعطيه 8 من 10، كل شيء حلو. وأنا كمان حسيت هيك محمود ماهر كتير حلو، إنه لوكو والذوق وكل شيء حلو. فكمان قيمه 8 من 10. طبعا هلا لانا محمد يلي انا بحبها، طبعا هي مفضلتي، انا بحبها كتير. بس هالمرة فستان حبيتها، بس يعني الدنيا شوف كيف رافعت له، لو كان قطع بجنن. حبيت الفستان ولونها حلو كمان لصيفي، وهيك مكياج حلو والشعر حلو، كل شي بيرفكت. بعطيها 9.5 من 10، بس مشان انه هاي القطعة. كمان كتير حبيت لانا، بس مثل ما رهف قالت هون، والفستان صراحة ما حبيته كتير. بس الميك اب والشعر بعطيه 10، بس قيم لانا 9 من 10. وهلا انا حنقيم لينا محمد. لينا محمد الفستان حلو والاكسسوارات حلو، هي اخت لانا محمد. حبيت الشعر، بس هاي الغزلة اللي طالعتها من هون ما حلو، يعني طالعة واحدة لو 2 حلو. رح قيمها 9 من 10. انا كمان لي مفضلتي، بس انه مو كتير انه بس مفضلتي عن الكل. فحبيت الفستان والشعر والميك اب. فبقيم لين 9.5 من 10. يلا يلا. هلا رح نقيم نارين بيوتي اخت العروس. هلا رح نقيم نارين بيوتي. نارين بيوتي الفستان ابدا 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 ما حبيت، بس اللون حلو يعني طي السمكة، بس ورا مو حلو والقدام مو حلو. هون كلهم مسكرين، كيف ما اختنقوا هيك اللي صار لي كتير شوب. اكيد في مقيم. ما في ولا شيء حلو، بس الشعر حلو المكياج حلو، بس الفستان ابدا ما حبيتها ولا قد واحد. القيمية؟ بس مشان المكياج والشعر بعطيها 4 من 10، 5 من 10 نص يعني. وانا كمان ما حبيت نارين، ما حبيت ولا الفستان ابدا ابدا ابدا. بس مثل ما قالت رهف، الشعر حلو، بس انه هي اذا اخت العروس، فكيف انه كيف ما تعمل هيك حالها، انه اخت العروس لازم تطلع بيرفكت. لو انا لو عندي هيك ما راح احكي كثير. ماني. فانا بقيمها كمان 6 من 10. هلا انا ناري شو اسمه شيرين. شيرين واسامه، هدول كانوا متزوجين، تزوجوا من قريب، الف مبروك والله يخليكم لبعض عقبال سرير صالحه. هدول كمان اخت العروس وسهر العروس. رح قيم شيرين من الله حلوة، يعني هي كيوت وهيك يعني بتفوت على القلب دغري. الفستان مو حلو، الشعر حلو، المكياج حلو، بس الفستان يعني ابدا مو كيف حلو. هيك ما عندهم ذوق؟ ما بعرف. ما بعرف كيف، لو انا كنت اخت العروس يوم. هلا المتابعين بتعرفوا انه ازواجهم احلى. والله انه اللوكات هيك. لوكات. هلا المتابعين بيقولوا شفناكم بخطبة اختكم. تعرس اختها. كانت شريرة خدودي. شيرين رح قيمها فستان مو حلو، لانه مدري هيك كيف كلهم مسكرين هون لو. هون بهيك شوب انا اختنقت من وران. مكياج حلو شعر حلو، رح اعطيها 7 من 10. وانا وسامة رح اعطيها 8 من 10. مش قد قيمت شيرين. 7 من 10. وانا كمان بقيم شيرين. يعني ما بدي اشرح لكم، بس الشعر حلو هيك، هي بنت مكياج كمان طيوبة حلو. وكيوت مثل سارة ورا، انا كتير بحبها. بس الفستان ابدا ما حبيت. فبقيمها فبقيمها 7.5 من 10. وأسامة كمان كتير حبيت، 8.5 من 10. هلا العروس والعريس. العروس رح قيمها، طبعا رح تقولوا انه هاي عروس رح نقيمها 10 من 10، بس صراحة الفستان ابدا مو حلو. مثل ما بيقولوا تعليقات، هي انه لازم تكون عروس، انه فستانها لازم يكون فخم وشعرها شعر حلو على والمكياج فكرة حلو. اللي حب هالفستان رح ينتقدوا منك، ليش؟ لأنه حسيت لا نص كل واحد العالم كل إنه واحد قالت كل حلو. واحد له ذوق، ما بدنا نتخانق. رح قيمها 8 من 10، بس مشان فستان. والعريس والعريس رح قيمه 10 من 10. أنا كمان كتير حبيت العريس والعروس، فبقيم 10 من 10. بس مدري شو ما حبيت، بس إيه. 10 عن جمالها وهيك. هلا راح نقلكم. طبعا هلا رح تنتقدوا منا. تنتقدوا منا بالتعليقات، بس لا ما بدنا نسوي مشاكل مشان ما يجي تحذيرات على الفيديو.
هاي كل واحد عنده ذوق، وكل واحد عنده وأكيد كل واحد شخصه عنده ذوق. أكيد. وهلا هلا رح نحكي لكم هيك وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. وبس باي.